السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اخواتي وكل حبايبنا، لايك وشير اللي يشوف الفيديو ده. النهاردة هنتكلم أو فيديو سريع بنتكلم عن مصر امبارح قدرت تتعادل مع اسبانيا. شوية تفاصيل كده هنتكلم فيها في إن مصر امبارح تكتيكيا وكابتن حسام دفاعيا كان رائع جدا، بس هجوميا ما كانش فيه صراحة يعني. لأن الكرة اللي جت في العارضة وكام كرة احنا كنا بنطلع من ناحية فتوح بس، وده هنشيل بيه ان فتوح لعيب عالمي، لعيب كويس. لكن كمنتخب مصر انت ما كانش عندك اللعيب اللي يقدر ياخد الكورة ويقدر يوزع اللعب لزيزو ومرموش. اللي كان بيعمل كده ماتش السعودية كان امام عاشور. امام عاشور كان خارج الخدمة امبارح، كان كويس جدا، كان بيرقص، كان بيعمل شو، ولكن فعالية ما كانش بيعمل حاجة كويسة. كان الكرة بتجيله المفروض يحول الملعب بأقصى سرعة وش رجله، او كذا كوره كان المفروض يحولها لاسلام عيسى عشان نبدا نلعب بسرعه، عشان نقدر نخلق واحد لواحد اسلام عيسى قدام بيدرو بورو. وكان بيبقى ساعات بيبقى فتوح قدام، هو اسلام عيسى قدام بيدرو بورو. برضو امام عاشور بطيء جدا في البازا، كان بيدور انه الشو اكتر. امام عاشور كان بيدور انه يرقص مين يبقى شكل بتاع. ولكن اللي خطف الانظار كلها امبارح ان كان في لعيبه بتدور على الشو شويه زي امام عاشور. امام عاشور كان هايل، انا ما بقولش امام عاشور وحش، ولكن امام عاشور كان بيدور على الشو اكتر، انه عايز يرقص اللعيب. لا، انت العب فعاليا. انت لو عملت اسيست مثلا، عملت اسيست مرموش، عملت كوره لزيزو، الناس كلها شادت بيك اكتر ما انت ترقص. دي الفكره. الفكره التانية، امام عاشور لو ركز في الكوره بس وانه يدي اسيستات لزمايله، انه يشوط صح. في كوره برضو في في اخر الشوط الاول يعني كان زيزو قطعه دخل لجوه، لو كان عمل لوب لزيزو مثلا او كان بظاها على الارض كله توقع ان هو يشوط، وهو فعلا شاط يعني. ويا ريت الشوطه كانت كويسه يعني. مرموش لما جه الكوره اللي هي الشوطه وجت في العارضه، حاول وقف على الكوره، حاول يستنى حد يطلع، استنى هنا يطلع، استنى زيزو يقرب له، مفيش حاجه. فالزنقه فقال لك الحل الرئيسي والكويس اشوط. ده الحل التاني بالنسبه له. فاحنا بنشيد طبعا باللعيبه. فتوح مباراه كانت جامده جدا جدا. محمد هاني مع انه في الشوط الاول برضو يعني تاجر كام اكله من اللعيب اللي هو برينيتش ده، والشوط التاني برضو ما كانش يعني ايه، ما كانش دفاعيا اقوى حاجه، ولكن يعني في اخر فتره في مستوى هاني، فيعتبر المستوى اللي قدمه امبارح ده مستوى جيد جدا. وياسر ابراهيم برضو كان كويس، واللعيبه كلها كان كويسه، واستفدنا ان في حاله الطرد هنقدر نعمل ايه. وده كويس ان انت بتلعب مع اقوى فرقه في العالم، وبعد ما تلعبها بالظبط النهارده الصبح ان منتخب اسبانيا ينزل التصنيف التاني بعد ما يتعادل معاك. ده حاجه كويسه جدا جدا، وانت كده هتخلي الناس تبص عليك كمنتخب محترم جدا وتقدر تعمل حاجه في كاس العالم. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر. ما تنساش اللايك والاشتراك، وهنتكلم في الكوره. السلام عليكم ورحمه الله.